السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم امبارح وقلت ان انا هرفع فيديو النهارده، فيديو مهم جدا يا شباب. نصيحة يا شباب، يا ريت تسجلوا الحاجات دي في ورقة، ويا ريت تقولوها للناس، الناس اللي خدت فيزا قبل ما تيجي. الناس دي تعمل الحاجات اللي هقولها دلوقتي: 1 2 3 4 5 6، بالكتير هم 5 حاجات او 6 حاجات. يا ريت تكتبوهم يا شباب، ويا ريت توصلوهم للناس، ويا ريت يعني تنصحوا الناس يعملوا الحاجات دي قبل ما يجوا، عشان الحاجات دي مهمه جدا. انا للاسف بقولها لما اتحطيت في امر واقع، لان الحاجات دي انا ما كنتش اعرفها ومحدش قال لي عليها. اتمنى صوتي يكون مسموع. معلش انا جنب الطريق وفي جو هوا النهارده، جو طراوه دلوقتي، جو هوا، يا ريت تكونوا سامعين صوت يعني. فانا هتكلم على الحاجات ديت، هضغط الفيديو على قد ما اقدر. انا حتى بتكلم وانا واقف عشان انجز في الموضوع. رقم 1 يا شباب، ما تجيش اسبانيا لما يكون باسبورك فيه اقل حاجه 5 سنين. يا ريت حتى تكون عامله وتروح تقدم على الفيزا على طول، عشان ان شاء الله لما تاخد الفيزا وتيجي هنا يكون باسبورك لسه فيه مده كبيره. ليه يا شباب انا بقول الكلام ده؟ لان عشان تيجي، لو انت جايب باسبورك فيه سنه ولا 6 شهور، عشان تجدده هنا في السفاره المصريه هنا بياخد وقت كتير يا شباب. بياخد من 3 شهور لحد 6 شهور على حسب كلام الناس. وسعره يا شباب لو بتجدد باسبورك 350 يورو، ولو بتعمل بدل تالف 470 يورو. متخيلين يا شباب المبالغ دي كتيره جدا بالنسبه لنا احنا هنا. احنا اللي عايشين في اوروبا دي مبالغ خرافيه يا شباب، مبالغ خرافيه والله بالنسبه لنا احنا. يعني الباسبور ده 350 يورو دول او 470 يورو دول، حضرتك تحجز تذكره ذهاب وعوده لمصر وتعمله في مصر وتيجي. انتوا متخيلين يعني المبلغ غالي جدا. دي رقم 1. رقم 2 يا شباب، بطاقتك برضو تجددها على قد ما تقدر. ان شاء الله تعملها مع الباسبور، تجددهم ان شاء الله يكونوا لسه فاضل فيهم 2 سنين. جددهم وقدم بيهم، جددوهم يا شباب عشان ما تندموش بعد كده. البطاقه هنا برضو غاليه، 65 يورو او 70 يورو، وبتاخد لها بتاع 6 شهور برضو عشان تيجي لك هنا، عشان تتجدد وتجي لك هنا، تيجي لك اسبانيا هنا. الحاجات دي مهمه جدا يا شباب، يكاد يكون مش مهمه لناس تانية، بس انا بتكلم بالنسبه لنا وبالنسبه للناس كلها، اصدقائي هنا كلنا بنشتكي من الموضوع ده. فرقم 1 الباسبور، رقم 2 البطاقه، رقم 3 يا شباب ان حضرتك بتعمل توكيل عام وتوكيل خاص لاي حد من عيلتك قبل ما تيجي هنا. ليه بقى؟ لو حضرتك جاي عايز تتجوز هنا، او جاي عايز تعمل عايز تخلص اي ورق جواز هنا، وعايز تعمل اي حاجه، بتكون عامل التوكيل العام ده لاي حد في عيلتك يخلص لك الورق بالنيابه عنك، يخلصوا لك في السفاره الاسبانيه وفي وزاره الخارجيه بالنيابه عنك. ده التوكيل العام. التوكيل الخاص بقى يا شباب، ايه فائده التوكيل الخاص؟ التوكيل الخاص ده بتعمله في البنك لما يكون لك حساب في البنك، ان في شخص معين من العيله ده بيروح يعمل لك مثلا تحديث بيانات، يروح يسحب لك فلوس، يروح يحط لك فلوس، يروح يتعامل على حسابك اكنك انت. الحاجات دي مهمه يا شباب. التوكيل هنا ب 78 يورو. عارفين يعني ايه ب 78 يورو؟ يعني هو في مصر اصلا ب 2 يورو او ب 3 يورو، ب 2 يورو ما يكملش 2 يورو. هنا غالي جدا يا شباب، هنا الحاجات دي غاليه جدا والله العظيم. الحاجات دي مهمه جدا، يا ريت تكتبوها وتعرفوها للناس، ويا ريت تشيروا الفيديو ده على اوسع نطاق يا شباب عشان الناس تستفيد. ده رقم 4. رقم 1 الباسبور، رقم 2 البطاقه، رقم 3 توكيل عام، رقم 4 توكيل خاص اللي هو خاص بالبنك. رقم 5 بقى يا شباب، الناس اللي جايه بعد ما تاخد الفيزا ان شاء الله تحاول تغير فلوسك، تغيرها لليورو، تمام؟ قبل ما تيجي هنا اوروبا، قبل ما تيجي اسبانيا تغيرها يورو. ليه بقى يا شباب؟ عشان ما انت مثلا لو انت سعر يعني على سبيل المثال، مثلا لو انت جاي مغير يورو مثلا على 34 مثلا، هنا بيبقى اعلى. يعني لما تيجي هنا تشتري هنا هيحاسبوك مثلا، هتلاقي المكنه بتسحب منك مثلا على ان اليورو مثلا ب 35 هنا او ب 35 ونص. ده حصل معايا. ده غير كمان ان انت بيتاخد منك ضريبه سحب من مكنه الاي تي ام. فهات فلوسك معاك وخليها في جيبك، وما تقلقوش، انت متاح لك لحد 10000 دولار تخش بهم من المطار. ده الكلام الجديد اللي انا سمعته، لازم تخش، يعني متاح لك لحد 10000 دولار يا شباب. فانا بتكلم ليه على الموضوع الفلوس ده؟ عشان تحافظ على قيمه فلوسك. يعني كده الجنيه بتاعنا سعره منخفض جدا قصاد اليورو، فعشان تقدر تحافظ على قد ما تقدر على مثلا 5% من فلوسك. هتلاقي 5% من فلوسك او 7% طايرين ناحيه الاي تي ام بتاخد ضريبه والبنك بياخد ضريبه. يعني الاي تي ام بتاخد ضريبه والبنك بياخد ضريبه، وكمان الدوله هنا بتحاسبك باعلى من السعر اللي انت جاي بيه من مصر. بتحاسبك مثلا 75 قرش او جنيه ازيد او اكتر من جنيه كمان. فيا شباب والله العظيم الحاجات دي مهمه جدا، الحاجات دي مهمه جدا. يكاد يكون مش مهمه لناس معينه، بس والله الحاجات دي ممكن تكون بسيطه بالنسبه لكم، بس والله دي مهمه جدا، هتوفر معاكم وهتسهل لكم الحياه هنا. فشباب باسبورك يكون ساري، وبطاقتك تكون لسه معموله، وتوكيل عام وتوكيل خاص،
والفلوس بتاعتك تيجي بقى كاش يا شباب. الحاجات دي كلها والله مهمه، هتوفر عليك كتير وهتوفر عليك وقت وهتوفر عليك حاجات كتير جدا. فهو ده الفيديو يا شباب، انا ضغطت على قد ما اقدر، فيا رب اكون افدت الناس. وما تنسوش يا شباب لو سمحتم شيروا الفيديو ده يا شباب مع اكبر عدد ممكن من الناس، عشان الناس تعرف وتستفيد قبل ما تيجي، عشان ما حدش يقع في المشكله اللي انا وقعت فيها دي. انا كنت رايح اجدد بطاقتي ولقيت الاسعار زي ما انتم شايفين كده، ورحت اعمل توكيل لقيت الاسعار زي ما انتم شايفين كده. فشباب اعملوا الحاجات دي قبل ما تيجوا، بعد ما تاخدوا الفيزا افضل لكم. اتمنى اكون افدت الناس، وانا تحت امركم. اللي عايز اي حاجه يكتب لي في كومنت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.